هتيجوا بقى في غلاء الاسعار دوت كده اعمل لعيلي الوجبه الحلوه دي وكاننا رحنا المطعم. لو اول مره تدخلوا قناتي انا رشا، النهارده بقى هعمل لكم الفراخ الروعه، الفراخ البانيه بطريقه سهله جدا وتطلع معاكي. بصوا القطعه يا جماعه، يعني القطعه الواحده تشبعك زي ما انتم شايفين كده. بصوا ما شاء الله، هقول لكم سر اللي هي القطعه طالعه كبيره ازاي ان شاء الله كده خطوه بخطوه هتشوفوا معايا في الفيديو. وعملت الكولسون، بصوا جماله حاجه كده روعه، كله في البيت ما اخدش مني اي حاجه. هنا بقى انا عندي البانيه بتاعي هعمله بقى بوصفه امي، الوصفه اللي كل العالم بيعمله بس بطريقتي بقى انا مختلفه. القطعه البانيه بتاعتي كده هشه وحلوه. عندي بقى البانيه غسلاه كده ومخليه زي الفل. جبت هنا عندي ملح فلفل اسود بهار فراخ، ده روحي طبعا انتوا عارفين بهار الفراخ. وعندي بصله بشرها ويا ريت تكون مبشوره مش متخرطه. حطيتها كده زي ما انتم شايفين في البوله بتاعتي. نزلت بقى عليها بكل الحاجات الحلوه دي، وهنزل عليها بالفراخ بتاعتي واسيبها بقى ساعتين 3 من بالليل براحتك. كل لما بتقعد في التتبيله بتستوي معانا بسرعه وبتدي طعم يا جماعه فوق الروعه. بجد بتاكلي الفراخ من بره ومن جوه طعمها كده. بصوا يعني ولا تقولي بقى بتاعه المطاعم ولا اي حاجه خالص. يلا بقى لو وصلتوا معايا لحد هنا حطوا لي بقى لايك واكتبوا لي كومنت عشان وحشتوني جدا 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 جدا. انا عارفه ان انا مقصره معاكم كتير بس معلش عندي ظروف جامده. ادعوا لي كده ربنا يفك كربي وكربكم وارجع تاني كده انزل معاكم. كل سنه وانتم طيبين، رمضان على الابواب و... ويا ربنا كده ينعاد عليكم بالخير والهنا والسعاده. هنا انا بقى بتبل الفراخ. هجيب بقى كيس تلاجة غطا الاسترتش كريب زي ما انتم شايفين، وهغطيها وهسيبها زي ما قلت بقى براحتك. الوقت اللي انت تحبيه، عايزه تشتغلي فيها بعد نص ساعه مفيش مشكله، بس كل لما بتقعد بتاخد من طعم التتبيله بجد يا جماعه بتبقى عظمه. هسيبها بقى ويلا بينا نحضر الكفر بتاعنا. بما ان بقى كده اهو خلصنا فراختنا زي ما انتم شايفين، بقى هنشيلها ونحضر الكفر بتاعنا. لا ده مش هنحضر الكفر بقى، نعمل الكولسون الاول ونشيله في التلاجة وبعد كده نحضر الكفر بتاعنا. عندي هنا جزر بشراه، وعندي الخاص طبعا اللي هو الكابوتش، وعندي المايونيز انا عاملاه في البيت. نزلت لكم الطريقه يعني مرتين تقريبا نزلتها، انزلوا كده في الفيديوهات هتلاقوها. جبت بوله نزلت بقى بالكابوتشي بتاعي، انا مقطعه لازم يتقطع رفيع جدا والجزر يتبشر. هي اصلا الوصفه دي بتتعمل بالكرنب اللي هو الكرنب اللي لونه البنفسجي ده او الكرنب اللي هو الصغير بتتعمل بيه، بس طبعا بما ان مفيش كرنب فاحنا هنعملها بالكابوتشا والجزر. هنزل بقى هنا بكميه المايونيز بتاعتي، انا عامله دي تقريبا يعني كوبايه كبيره. تمام. هنزل كده بكام معلقه وانزل بقى كده زي ما انتم شايفين. نشوف هنحط ايه بقى مع المايونيز. بصوا معلقه عسل صغيره مش كبيره، ملح، هنزل بمعلقه خل زي ما انتم شايفين، ودي بقى تقليبه حلوه كده. بصوا يا جماعه، وانزلي بقى عليه كده بالكلثوم بتاعك. بصوا العظمه، مفيش احلى ولا اجمل من كده. هنا بقى حضرت الكفر بتاعي، عندي بيضتين، ملح فلفل اسود، عندي بقى هنا الدقيق، عندي البهار دوت انا بجيبه من عند العطار. إيه، في ملح وفي توابل، فانت ما تكتريش بقى ملح كتير في البيض. وطبعا انا عشان عارفه اللي هو مملح فمش حاطه ملح كتير في الفراخ. بنفض بقى الفراخ بتاعتي دي علشان قطعه الفراخ تطلع كده حلوه وكبيره وما شاء الله عليها زي ما انتم شايفينها. يعني كل واحد اخد قطعتين ما شاء الله، جميله وكبيره الحته. وطبعا في الوقت اللي احنا فيه ده لو عملتي حته رضا الحمد لله رب العالمين. طبعا الفراخ ولعت والدنيا كلها ولعت. نزلت بقى كده اول حاجه خدت طبقه الدقيق لطبقه البيض بتاعي، هحطها بقى في البقسماط اللي هو المبهر ده. ولو انت جايباه ساده بهاريه بنفس التتبيله كده، حطي له بهار فراخ وملح وفلفل اسود. بتكي كده عليها زي ما انتم شايفين، بضغط عليها كده عشان تمسك الطبقه بتاعتي دي. وفي نفس الوقت ببقى حاطه الزيت بتاعي مش هسيبها، يعني مش هسيبها بره، اللي هتبلها هنزل بيها بصوا زي ما انتم شايفين في الزيت. لاني لو قعدت بره شويه كمان البيض الماده السائله هتشرب التتبيله بتاعتي دي. بما ان هي مش ناشفه قوي هتشربها ومش هتعرف تدي معايا النفشه بتاعت البانيه دي. انا هنا اول لما الزيت كان سخن معايا، اول لما نزلت الفراخ اخدت بس صدمه بسيطه عشان تديني كده الشكل الجميل والقرمشه. بعد كده ههدي النار عليها علشان ما تبقى الشكل حلو وما تبقاش مستويه، لا انا هخليها من جوه مستويه ومن بره مقرمشه وشكلها حلو. سهله جدا ما فيهاش اي حاجه خالص. فراخ البانيه كلنا بنعملها وطريقتها سهله جدا. عملت بقى شويه بطاطس محمره، هتاكليها بقى معاها مكرونه معاها عيش كده زي حالاتي. بصوا بصوا يا جماعه الفراخ شكلها بيتكلم عن نفسه.
والكولسون بتاعي بصوا الجمال، حاجه كده عظمه. بتشتريه من بره بقد ايه. عملت المايونيز في البيت، ما خدش مني اي حاجه خالص. وعملت الفراخ بتاعتي في البيت وبطاطس. الوجبه دي لو هتشتريها من بره بمبلغ وقدره. يا رب الفيديو